بعد كده ندخل على الفيرتشوال. بعد كده نيجي ندخل على الفيرجن كنترول سيستمز زي الفي سي اس هوستنج. ماشي، هو هنا كاتب لك معلم لك على الجيت. تمام. الجيت ده عشان تقدر تتحكم في الجيت هاب اللي موجود فوق ده اللي ترفع عليه الاكواد بتاعتك. وطبعا هنا لازم تكون متعلم كوماند لاين، وبتعلم الكوماندز بتاعت الجيت عشان تقدر ترفع مشروعك على الجيت هاب او الجيت لاب او البيت بابل. فدي حاجه مهمه جدا 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 في الفيرجن في الفيرجن كنترول. لازم تتعلمها كويس جدا وتتقن الحاجات دي كويس جدا. نيجي بعد كده ندخل على الباكج مانجر. هتتعلم الان بي ام. الان بي ام دي باكج تبع جافا سكريبت، تقدر تنزل بيها مكتبات تقدر تستخدمها في الموقع بتاعك. طبعا في فرق بين الان بي ام والبي ام بي ام واليو. تمام. هو ال NPM زي ال ER، بس في اختلافات في حاجات بسيطة جدا. هو المختلف عنهم ال DNPM شوية. تمام. نيجي بعد كده ندخل على الفريم ورك. هنا عندك الرياكت والفيو والانجلر وفي كام حاجة تاني. بس انت هتتعلم، احنا في مصر فاللي ماشي في مصر رياكت وانجلر، فاللي ماشي اكتر رياكت عن اي حاجة تانية. فانت تتعلم الرياكت مفيدة. طبعا انت لو مش فاهم في جافا سكريبت قوي او مش متعلم جافا سكريبت كويس مش هتفهم رياكت. نيجي بعد كده على حاجه شبه الفريم ورك بتاع السي اس اس. هو تنون، او ممكن نعتبره فريم ورك، نقدر نعتبره يعني حاجه بتسهل عليك الشغل بالسي اس اس. انك تقدر لو بتشتغل اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت تقدر تكتب الكود بتاعك كتيلوين من غير ما تكتب اكواد سي اس اس كتير في ملف السي اس اس بتاعك. ولو بتشتغل رياكت طبعا تقدر تكتبه جوه الكود الجي 6 عادي جدا.